يا مساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا على يوتيوب أو على فيسبوك وبيسمعونا على جوجل بودكاست وسبوتيفاي وحلقة جديدة من زي كاست. وفي إطار التنوع اللي اتكلمنا عنه من أول حلقة هنا في سلسلة البودكاست دي، قلنا في أكتر من مرة إنه ضيوف البودكاست مش لازم يكونوا ناس بقى مشاهير بقى، سواء كانوا لعيبة كورة، ممثلين، مغنيين. قلنا إنه التنوع هيكون في مختلف المجالات بما يفيد كل مستمع وكل مشاهد لهذه السلسلة. ضيف النهارده أنا للأسف يعني مش هينفع إن أنا آخد راحتي معاه أوي زي ما بناخد راحتنا وإحنا قاعدين مع بعض بقى في القعدات الجانبية، لأنه الموضوع هيخرج خالص برّه سياق البودكاست تمامًا، ولكن هاحاول على قد ما أقدر إن أخلّي الموضوع بشكل احترافي شوية. المفروض رجال الأعمال يعني بحكم معرفتي باقول لهم اللي هو إيه، حضرتك، معالي الباشا، يا فندم، يا كوماندا، يعني على حسب ما بيكون بس إيه فرق السِن. المشكلة إن رجل الأعمال ضيفي النهارده هو صاحبي وتقريبًا في نفس سِنّي، إن لم أكن أنا أكبر كمان، بس هاحاول زي ما قُلت لكم على قد ما أقدر إن أنا أخلّي الحلقة في سياق عادي، في نمط طبيعي، بحيث إن إحنا ناخد أكبر قدر من المعلومات منّه، ويقدر الكل يستفيد من الكلام اللي هناخده منّه النهارده، واللي هينفع بيه الكل إن شاء الله. معايا ومعاكم مقدّم لكم لأول مرّة محسن زهران، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتجارة الزيوت. يا محسن مساء الفل. كتير. يا محسن لكن أنا مبسوط أوي إنك أنا كمان قبلت مبسوط جدًا الدعوة، والله. ومبسوط أوي إن أنت موجود قدّامي دلوقتي، أنا وإن كمان إحنا مبسوط الاتنين جدًا والله. مطقمين أبيض، طبعًا، طبعًا. ولينا ذكريات حلوة. أنت لسه بتقول لي كنت بتعمل حاجة، قُلت لك طب ما تيجي كنت أضبّطها لك أنا، قُلت لي لأ، آه. ما خلاص اللي حصل أنا حصل. خلاص مش هانساها دي. هاحاول على قد ما أقدر أخلّي الإيه، الحلقة احترافية زي ما قُلت، أوكي تمام معاك. لإن مش هينفع يعني أول ما نقول خلاص cut، فركش، هنرجع بقى عادي اللي هو تمام خلاص الكلام أوكي. بتاعنا. خلّينا نرجع الله لرواتب ينور عليك. أوكي يا كابتن. بُص، أنت لعبت كورة وأنا عارف إنك لعبت كورة، مش عايز أتكلم معاك في سياق الكورة خلاص خالص، أوكي الحمد لله. لإن هاتكلم معاك فيه في الآخر شوية بصراحة برضه عشان إيه، أرضي غروري بصراحة شوية، لإن مش هينفع أكون كوير وما اتكلمش معاك في الكورة. هو الكورة هي ممكن تكون سبب كبير في اللي أنا فيه. طب حلو أوي، طب إيه اللي أنت فيه؟ والشركة العالمية لتجارة الزيوت بدأت إمتى؟ وبدأت إزاي؟ وإيه هو أنشطتها؟ وإيه هي بقى جو المشاريع ورجال الأعمال؟ عشان بقى أفهم منك كل ده، محتاج الأول بس أعرف منك البدايات. البداية كانت في 2014. 2000 ده كأس العالم ده أنا فاكر. أوكي. كان في ماشي. 2014 كان قبل 2014 كان طبعًا كنت لسه بالعب كورة كويس، بس كان جه موضوع الإصابات أنت عارف بيها عارف برضه طبعًا. كويس، فحاولت تاني واتصبت مرّة كتير. بسبب أنا فاكر. أوكي. فاكر فاكر. أنت. مرة و2 و3 فالكورة ما كانتش ماشية معايا خالص، كان كل ما ألعب باتصاب، حتى طلعت برّه شوية، حاسس إن أنا قُلت الدنيا مش ماشية في مصر هنا، اتصبت في أول شهر. وفي قصة ظريفة جدًا برضه كانت حصلت لي، أنا رُحت آخر رمضان كنت في السعودية، فكنت رمضان هامضي. اللي فات؟ لا، آخر رمضان كنت فيه وأنا لسه بالعب كورة. آخر ده اللي هو 2014 أو 15 في كان الaverage 2000 ده. بالضبط كده، كان 2013. اهم. كنت رايح هالعب مع فرقة في السعودية، فنزلت معاهم اختبارات زي الفل، والدنيا تمام، قُلت خلاص هاعمل العُمرة آخر 10 أيام، وبعد العيد الصغير كنا في رمضان، هاروح أمضي معاهم العقد إن شاء الله. تمام. فقُلت الدنيا تمام، فأنا كنت عملت في وقتها 4 عمليات في ركبتي. لا حول الله، يا نهار أبيض! فخلّصت قُلت خلاص هاعمل العُمرة، كنا يوم 27 رمضان، صلّينا التراويح والقيام وخلّصنا كل حاجة، فقُلت هاعمل ركعتين استخارة، يا رب لو ليا نصيب أكمّل، خلاص ادّيني أي علامة بس والله. فخلّصت نزلت عند الكعبة تحت، عملت ركعتين استخارة صلّيتهم، وخرجت من الحرم، وأنا باخرج من باب الحرم رجليّا علّقت. يا نهار أبيض! الغضروف علّق، الحمد لله، مش الحمد عايز يفُك لله، خالص، فقُلت الحمد خلاص لله، هي دي علامة عالمية، الحمد لله. مش عايز أقاوح، خلاص، ما فكّش غير خلاص. بعد ما خلاص النادي يكلمني هتيجي جاي، مش قلت لهم خلاص رجلي اصلا تعباني فانا مكسوف اقول لهم، قلت لهم لا خلاص ما فيش نصيب انا هرجع. فهنا خدت القرار ان الكوره ما فيش فيها نصيب بطّلت خالص. كورة من اللحظة بطلت دي؟ بقى العب بقى، بس بلعب بره مع أنا اصحابي باتكلم تحت. بقى، بس بطلت من باتكلم على اللحظه صعيد دي الاحتراف. خلاص ما فيش يعني ما فيش علامه اكتر من كده. أصل ده انت يعني وانت سبحان لسه خارج من الله. الباب، انا فاكر الموقف، في ورقه محطوطه على الارض انا بشوطها كده، رجليا علقت ركبتي مش عايزه تفرد، مش عايزه تفرد خالص. أنا أول مرّة في حياتي يعني انا اول مره يعني احكي لك الكلام ده، أنا بس ده دي أول مرّة، ده أول حقيقه حاجة. حصل معايا والله. قعدت 4 ايام بتوع العيد ماشي بعكاز هناك، اهم. الجو كان زحمه جدا. فبعد بقى ما العيد خلص وخلصت الدنيا والمفروض انت هترجع بقى، كان النادي ده في القصيم، رجليا بدات تفك خلاص، قلت خلاص يعني هي الموضوع مش ماشي معايا خالص،
ودي علامه من ربنا خلاص. وسبت السعوديه ورجعت. سبتها ورجعت. طب ما خدتش ان دي علامه ان انت ما تكملش كوره في السعوديه وان انت تكمل هنا مثلا او مكان؟ لا 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 خلاص، انت بقى انت كان عندك ساعتها 21 سنه في عزك، عملت 4 عمليات، انت بتقاوح، وكان في الوقت ده كان الوالد توفى، الله يرحمه. فالموضوع طبعا كان باظ في كل حاجه، فكان لازم بقى تدور على حاجه تانية او جنبها. حتى جيت هنا من مصر حاولت برضه يعني، حاولت في نادي سيكا تاني برضو اللي هو حاولت عشان اللي هو ده حلم حياتك. وما عرفتش، اللي هو ما توفقتش برضو. كان دايما الاصابات بترجع لي تاني. الاصابه بتاعتها من 11 سنه، لسه عامل العمليه بتاعتها من 3 شهور. دي لما انا كنت مقابلك، لما أيوة. انت كنت بالعكاز وبقول لك بالظبط يا دي. ميحة سلامتك هو وبتاع وفي ايه وايه اللي من حصل. وقتها لسه عامل العمليه بتاعتها من كام شهر. يا الف كانت سلام رجلي عليك يا الله محسن، يسلمك والله كده. العظيم الف الله سلام. انت يسلمك. انا موضوع السعوديه ده انا فاكر ان اول مره اسمعه، ما حدش يعرفه كتير. مع ان انا فاكر الفتره في فتره اللي كنا نقعد فيها في مدينه نصر. أيوة. زمان كنت انت بتوريني فيديوهات بتاعت التاهيل. شفت؟ ايوه بالظبط. انا فاكر ساعتها يعني بالظبط. كنت بقول لك مالك، وقلت لي لا ده كنت انا عملت عمليه هنا ورحت السعوديه، يعني أها. كنت لسه خلاص العمليه ورحت السعوديه على طول هناك العب هناك. طب التويست بقى من بعد الكوره، يعني انت خلاص سبت الكوره على الصعيد الاحترافي. اوكي بالظبط. فدخلت بقى عالم رجال الاعمال وعالم البيزنس وانت اصلا يعني انت اصلا كنت في الكوره بالظبط. مش مثلا مش واخد مثلا الكارير من اوله من انت مثلا طفل صغير فطالع فيه، لكن لا ده شفت كارير كارير مش مختلف مفهومه خالص. اوكي. طب ازاي؟ هو كان في نقطه تحول اللي هو موت الوالد، الله ان يرحمه. هو طبعا كان هو اللي بيصرف على البيت واحنا اسره متوسطه، فالموضوع كان انك خلاص انت ليك ظهر. اوكي مصاريفك بتاخدها، حتى لو النادي ما ادكش فلوس، كل حاجه، لسه ما اتخرجتش من الجامعه، داخل جامعه خاصه، الكلام ده كله. فمع موت الوالد خلاص الدنيا بتنزل في المعيشه اكتر من 80%، لان مرتب هو موظف حكومه في شركه، بس شركه محترمه. فخلص الحمد لله وربنا توفاه. وانا من هنا يعني ربنا توفاه 3 يوم كنت عامل عمليه صليبي، يعني والدي توفى انا 3 يوم كنت عامل رباط صليبي. فالموضوع كان معايا باظ بشكل كبير. بس انا كان عندي يقين جدا، انا تعبت جدا في الكوره، تعبت بشكل غير طبيعي. كنت بروح كل يوم من المنوفيه للقاهره وبقعد وببات هنا، وما كانش ليا مكان في الاوضه، كنت بنام على الارض في الاوضه بتاعه النادي لحد ما يجيبوا لي سرير. ايه ده انا الكلام ده كله انا عمري اعرفه والله. لا فكل ده طبعا انا كنت عارف ان انا هوصل لاي حاجه ايا كان، وعندي يقين دايما ان اي حد بيتعب في اي حاجه هيوصل في اي حته، يعني لو ما وصلش في كاريره هيوصل في اي حته. فانا دايما عندي اليقين ده في اي حاجه الحمد لله، يعني بفضل ربنا. برافو عليك. وبعد كده بقى ما كانش في حاجه اعملها خالص، مش عارف اعمل ايه. طبعا اخواتي اكبر مني مش بكتير، وهم لسه ما كانوش اتجوزوا، فكل واحد لسه عنده في التزامات لسه وفي حاجات وفي حياه بالظبط. بس احنا عشان بيتنا في البلد، هو كان كل واحد عنده شقته، الوالد برضو كان مجهز الشقه وكان مجهز كل حاجه، فالدنيا كانت برضو هينه علينا كتير. فانت برضو انت مش متعود معاك فلوس على طول، الدنيا معاك تمام. طب انا كنت دايما بفكر كده، انا لو احتجت حاجه هقول لمين اصلا؟ اخواتي لو صغيرين لو احتاجوا حاجه. فكان الموضوع بيدور في دماغي على طول بالشكل ده. فجيت ابتدينا بقى من هنا. كان ابن عمي قال لي ممكن انا هفتح محل ملابس رياضيه، ده برضو غير الكارير اللي انا فيه خالص، بس انت بتدور على اي حاجه تجيب فلوس، اي حاجه حلال تعرف تنجح فيها. وانا الحمد لله من فضل ربنا اي حاجه كنت بخشها كنت لازم انجح فيها. انا ما اعرفش، انا ما كنتش عارف ان انا هبقى كده، يعني ابقى في شغل كده. انا حاسس ان انا بعرفك لاول مره، خلي بالك. انا فيها في كلام كتير والله العظيم انا يعني كل الكلام ده بقى اللي انت حكيته من اول ما قعدنا دلوقتي، اقسم بالله انا اول مره يعني اسمع في كلام عنه. اكبر كمان يعني. لا احكي لي انا قاعد، انت فاهم، عارف انت اللي هو انا قاعد مبسوط، اللي هو انا دلوقتي بعرف محسن، فاهم اللي هو سيبك بقى من اللي احنا عشناه كله. اوكي احنا انت هتعرف بقى الشخص 8 سنين البيزنس تقريبا او 8 سنين، احنا عشنا تقريبا 9 10 سنين تقريبا، اكتر من 10 سنين كمان اكتر من 10 سنين. طب لا كمل يا محسن كمل. فقلت مش عارف هعمل ايه، يعني الفتره اللي الوالد توفى فيها، فكان قدامك ان لازم تشتغل اي حاجه، وانت مش متعود على شغل. لان انا كنت باجي اشتغل، هو يقول ما فيش حد هيشتغل غير ما يخلصوا جامعه، انتوا مسؤولين مني، وقت ما تخلصوا جامعتكم تشتغلوا، يعني رحمه الله عليه. حتى ما كنت باجي كان اصحابي يجي يقولوا خليه ينزل يشتغل يعتمد على نفسه. قال لهم لا، حتى كانوا بيتريقوا عليا، ده انت هتبوظه، ده بديهي اللي هو بيتدلع، حتى اخواتي بيقولوا انت هتبوظه ما بيشتغلوش. اقول لهم اوكي انا عارف كل واحد فيكم
والاب ليه الله وجهه نظر يرحمه، في ليه كل نظر حاجه. فعلا، ليه وجهة يعني نظر اي فعلا. اب ليه وجهه نظر في ولاده، ده عارف ده بيعمل ايه وده هيعمل ايه وده هيعمل. فهو رحمه الله عليه كان قال لي ما فيش شغل. فانا اول ما توفى الدنيا طبعا اتقلبت بشكل غير طبيعي. مفيش فلوس يعني اللي انت كنت بتعيش بيها، ومفيش خبره في الدنيا شغل. مستور، مفيش حياه، مفيش خبره في الحياه خالص في اي حاجه. مم. انت الوصل ان انا ما كنتش مثلا عمري مسكت 3000 جنيه في ايدي مره واحده وانا عندي 20 سنه عادي. بس كنت حياتك متيسره، بتاكل وبتاخد مصروفك كويس جدا، عايش وسط اصحابك اللي هم من الطبقه اللي انت عايش فيها، مبسوط معاهم يعني. فاوكي قلت خلاص اوكي، ما عندي اشتغل اي حاجه في سوان ليك عندنا هنا. سوان ليك. سوان ليك ديت كنت نزلت انا اشتغل في النقاشه فيها. فانا اصلا هو مش بتاع نقاشه ولا اي حاجه يعني، بس كانت هي اليوميه بتاعتها زي ما بيقولوا حلوه. الكلام ده كان حتى اشتغلت فيها قبل ما والدي يتوفى من وراه، عشان هو ما كانش عايز يشتغل. فرجعت كلمت الراجل التاني اللي عشان فلوسها عشان حلوه عايز فلوس. فكان بيديني في 2009 كان بيديني 50 جنيه في اليوم، 25 جنيه في اليوم. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بصنفر الكريتال بتاع الفلل، وبعد كده يجي اللي هو الفني يدهن ورايا. اوكي. فدايما انا بقى عندي في اليوم تارجت لازم فيلا اخلصها او اخلص 3 باكيات، هو مديني كده. فكنت بروح الصبح اعمل اصنفر واخلص اطلع، لا اما اروح الجامعه او ما اروحش، كان اخر سنه. وبعد كده اطلع على النادي اللي كان هنا. فالحمد لله خلصت شويه، ما لقيت الدنيا برضو صعبه، انت محتاج حاجه تاني. ما هو 50 برضو 50 بالظبط كده. ساعتها ماشي تمام، كانت حلوه، بس بقى عايز كانت حلوه عايز بقى في حاجات بالظبط كده. تانية. فقلت خلاص اوكي مش هينفع، والكومباوند قرب يخلص، صنفرت كله فهو ده فالدنيا عايزين اي حاجه وانا بتاع نقاش مش استعمل الكلام ده كله. فقلت خلاص اوكي يعني ان شاء الله ربنا كريم. فابن عمي كلمني قال لي عايزين، انا هفتح محل ملابس. قلت له طب عايز اخش معاك، انا بفهم بعرف اجيب لبس والكلام ده كله، لبس ليا شخصي بس ما خدتش التجربه. قال لي هنفتح محل رياضي، انك بقى بتلعب كوره والناس عارفه عندي اللي انا بلعب كوره، فالناس بتحبني هناك في بلدي. فقلت له خلاص هخش معاك. فطبعا قال لي هنبتدي بكام؟ ابتدى المحل كله ب 9000 جنيه، وانا طبعا ما كانش معايا 1000 جنيه. فنزلت لامي قلت لها هبيع ذهب منك وهرده لك تاني، هاخد ذهب اوكي. فانا فاكر والله بعت تقريبا جنيه ذهب وحاجات تانية كانت شايلهم برضو ب 4000. الصحة اللهم امين يا رب، اللهم امين. ب 4500 جنيه انا فاكر اللي فات. فجمعنا 9000 جنيه وضبنا المحل، حاجه يعني بدائيه. وبدأنا نزلنا العتبه، بدأنا نشتغل نجيب تيشيرتات وشرابات وحاجات من ديت، حاجات شكلها حلو يتلبس. انت انا برضو بفهم في حته الحته دي الذوق شويه، والخبره بس ما كانش عندي خبره ان انزل اشتري الحاجات دي. بس عندك ذوق ان انت عارف ايه اللي هيتباع. وانا بجيب دايما كنت بجيب الحاجات اللي انا بحب البسها، فالزبون هيحب يلبس الحاجه اللي انا بحبها. فنزلت ما شاء الله في اول شهر احنا كسبنا 14000 جنيه في اول شهر. يعني اللبس كان بيتباع على طول، والناس البلد ما كانتش فيها الحته ديت، فانا لعبت على الحته دي شويه. بدأت الدنيا تمشي، احنا المحل كان بدائي، بدأنا بعد 3 شهور وضبنا تاني. بعد كده نزلت كبرت المحل شويه. في اول سنه اشتغلت على ده، بقيت اجيب كور، اجيب تيشيرتات مستورده، كنت بجيب مصري. بعد كده رحت بقى خلاص هدخل حاجه تاني، عايز فلوس. خلاص انت كل حياتك دلوقتي بتدور انك يبقى معاك فلوس، مش بتدور انك تنجح حاجه دلوقتي، لان انت عارف ان مش ده كاريرك. بس انت لازم عشان تبتدي كارير لازم يبقى انت تعرف تجيب فلوس ازاي. برافو عليك. فانا ده كان هدفي، اللي انا عايز فلوس. اوكي، عايز بعد كده هقرر هعمل ايه، حتى لو بالحظ يعني اللي هيجي بعد هيجي بالحظ مش مشكله. فنزلت العتبه، قعدنا يجي سنه وضبنا الدنيا. قلت هدخل بقى تيشيرتات خروج والكلام ده كله. كان في توفيق غير طبيعي من ربنا يعني، ان انت حتى دخلت كاتيجوري تاني بقى اللي هو الكاجوال بقى. في توفيق صعب جدا من ربنا بجد يعني. والله توفيق كبير الحمد جدا لله ما شاء الله. كانت الدنيا كبرت، والمحل بقى زي اي محل بتشوفه هنا في القاهره. الدنيا كانت في ريتيلينج بقى اللي هو كويس جدا. انا ممكن كنت بنزل، وانا كمان كنت بحب اتعب يعني. ممكن كنت اخد، كنت فاكر والله ساعتها التاكسي كان بيروح من العتبه للمحل هناك، كان التاكسي في المحل في المنوفيه ب 75 جنيه. لا هاخدها مواصلات. لا باخدها مواصلات، باخد الكرسيين اللي قدام عشان برضه اوفر، اقول اوفر اي حاجه اعرف فلوس. وبفضل مثلا ايه، ممكن كنت امشي من العتبه لوسط البلد عشان ما اخدش تاكس، واشيل اللبس على كتفي كده. انا عايز اعيش تجربه، انا كده انا حابب ان انا انجح ايا كان. اوكي مش توفير فلوس، بس انا عايز اعمل اما يقولوا وصل او يقول انت نجحت خلاص انا تعبت. وكان في ناس تقابلك يا ابني ربنا يقويك وبتاع والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها كانت دافع ليا. عرفت بقى العتبه والفحامين وحاره اليهود، كل دي ادتني تجربه كبيره جدا في شغل، مش في حياتي كلها يعني، مش في شيء في الوقت ده. بتشوف المردود بتاعها دلوقتي بقى في تعاملاتك مع الناس. بالظبط. فانت دايما كان في مقوله بتقال الشغل بيجيب شغل.
دايما كان اسطمبة. برافو عليك. فانا وانا شغال في المحل، ففي ناس في مصنع جنبي بتاع بقوليات وزيوت، ومشهور جدا حاليا يعني، وصاحبه مشهور جدا، صاحبه دلوقتي حبيبي اللي انا اشتغلت في المصنع ده فيما بعد اقول لك قصه. فنزلت فصاحبي قلت له انا عايز اشتغل. طبعا انا عايز بقى، كنت عايز اخطب في ساعتها، قلت كوره خلاص مفيش كوره، فلو رحت اتقدمت لحد ان شاء الله عندي محل عايزه ايه انجح، فاروح اشتغل محاسب او في اي حاجه في شركه بمجالي انا، مع اني مش مجالي، بس قلت اشتغل اي حاجه جنب المحل يبقى انا الدخل بتاعي كويس، خلاص كده يبقى برافو عوضت عليك. جزء كبير من الماديات اللي كانت عندي. فصاحبي قال لي بص انا هجيب لك مدير المصنع ده هنا يشتري، هو ما يعرفكش، هو عارفك شكلا بس انت مش عارف، لان ما كنتش بروح هناك كتير، كنت قاعد في القاهره زي ما انت كنت عارف. فاستقريت في وقتها في البلد عندي، لان كنت قاعد في القاهره عشان النادي كان جايب شقه هنا. انا عايز اقول لك انا بحب فيك حته ان انت بتحب البلد، انا بحب بلدي جدا. والله العظيم دي من الحاجات اللي انا ايوه بحبها طبعا. فيك. يعني دي بقى حاجات انا اول مره انت تعرفها ان انا اقولها لك، اوكي. لا بالرغم بقى من العشره انت عارف طبعا ان والصحوبيه. انا لازم اقضي والله كل العظيم ويك اند انا هناك. بحب الموضوع ده فيك قوي، ولو ان انا عمري ما جيت كل مره انت كل مره بتقول لي وانا ما باجيش، بس انا بحب فيك الموضوع ده قوي، وبحب فيك اكتر موضوع ان انت بتبر والدتك. الحمد لله. ربنا رب يحفظها يا رب ويديها كل اللي انا الصحه فيه يا رب يا تقريبا رب يا بدعاها رب يا ودعاء رب والدي الله يديها يرحمه يا رب. الصحه. نعم انت مش آمين. فاهم الحاجتين دول انا لما بشوفك والله العظيم يعني بص حبيبي. بخلينك عندي في حته تانية. ليه؟ دول الاصل اللي هو المعدن، اللي هو طبعا عشان كده انا عارف انت اصلك طبعا طيب. الحمد لله الحمد كمل. لله. جه عماد ده مدير المصنع. عماد ده مستمر معايا لحد دلوقتي، هقول لك برضو قصته معايا. يعني الحياه بتمشي ستيب باي ستيب، هو اكن ربنا راسمها لك. يعني انت عشان برافو بتتعب، عليك، انا امشي دايما انت بس انت اسعى. بالظبط السعي بالظبط. السعي ده والله العظيم الناس دايما بتقول لك انا هتعب هنا ومش هلاقي، لا انت لو ما لقيتش هنا صدقني هتلاقي في حته تانية، ده امر محتوم. انا ان انت عندك يقين ان انت كده كده هتنجح، ده دايما أنا لسه عندي كتير هقدمه يعني، باذن لسه الله انا باذن الله. فدايما انت ايه، انا متاكد ان ربنا ما كرمنيش في الكوره، لاني كنت بشوف ساعتها ان انا اكتر واحد بتعب في صحابي، اكتر واحد بيجي من البلد للقاهره وانت وارجع لعيب تاني. كويس كمان ايوه انا وارجع عارف. تاني على هناك، وما كانش ليا سرير وبتنام. وطبعا ابويا كان بيكلمني التليفون اقول له لا النادي كويس جدا وجايبين لي سرير وبتاع، طبعا لو قلت له انا مش قاعد على الارض هي لا، بس انا حابب، انا حابب اعمل ده. فكنت متاكد ان انا كده كده ربنا هيكرمني ايا كان، حتى هتعب بزياده. ودايما انا مهيئ لنفسي ان الدنيا مش دايما يعني يوم فوق يوم تحت، دي جوايا على طول يعني. فانا مش بزعل، مش زعلان على اي حاجه، بس انا بعمل اللي عليا، وقال ليس الانسان الا ما سعى، ده حاططها قدامي على طول. حقيقة. فجه عماد ده المحل عشان ما اطولش عليك. لا لا انا عايز اطول براحتك اوكي. خالص، انا والله العظيم تخيل مبسوط قد ايه. ربنا يخليك. فجه عماد عندي اشترى، فكلمني، فقلت له انا عايز انزل اشتغل معاكم في الشركه محاسب. اوكي. قال لي خلاص اوكي هبعت لك مع حسام تعمل انترفيو، هبلغك قبل حسام هيبلغك. فبلغني بعدها باسبوع، رحت عملت انترفيو كان سيمبل جدا. فقال لي هتنزل السبت، كان الخميس، قال لي هتنزل من يوم السبت ليه؟ قلت له زي الفل. انا في طبعي انا ما بعرفش يكون فوق مدير في الحياه عموما، ما بعرفش. لو هتقول لي اعمل كذا بحب كده انا ببسط جدا. فهو عماد اتعامل معايا بالمنهج ده، مع انه ما كانش يعرفني، بس انا حسيته مش مدير. يعني انا كنت باخد ساعتها فاكر 1800 جنيه، كان المصنع ده جنب البيت عندي هناك في البلد، وطبعا جنب المحل. فكنت بخلص المصنع على المحل، اروح المحل وانزل يومين في الاسبوع، الثلاث والجمعه انزل اجيب لبس المحل عشان خاطر الدنيا تبقى معايا. انا كل ده عايز فلوس، جميل. بدور ان معايا فلوس، ان اخواتي لو صغيرين لو احتاجوا فلوس يبقى معاهم، اي حد خلاص اوكي. فجيت اشتغلت معاه، انا اللي هو مش ملتزم، انا ما بروحش كل يوم، فقيت اروح شغلي ده كل يوم. ليه؟ انا مرتاح جدا، مرتاح هناك، وهو اداني بوزيشن كويس اول ما رحت، وهو حب فيا حاجه. فجيت شهر 2 3 كان جالي شغل تاني سيلز في شركه، قلت له بص انا لو جالي شغل حتى اغلى مش هسيبه، مش هسيب هنا، لان انا مرتاح معاك جدا. وفعلا جالي شغل ب 5000، 3 اضعاف الشغل اللي انا كنت فيه. قلت له انا مش هروح، انا مبسوط هنا، حتى عشان يبقى جنب البيت عندي، انا حسبتها صح هتعب، لا انا مبسوط هنا وجنب المحل هتابع كل حاجه ابني. قال لي اوكي. فرابع شهر اشتغلت 3 شهور بالظبط في الشركه دي. قال لي بص انا هفتح شغل مع ناس بره، ممكن تروح تمسكه، انا مش بتاع مكتب انت عارف، انا ما بحبش اقعد. فقلت له زي الفل. قال لي هديك 2250 غير مواصلات. قلت له يا سلام، 100 مش عايز تمام حاجه تاني، جدا، مفيش قيد مفيش هبقى حر نفسي وهتابع لك شغلك. اوكي. قال لي تمام. دخل اول شهر اختلفوا مع بعض، فطبعا على طول الامور باظت. السلام عليكم وعليكم السلام. لا مش هينفع ارجع الشغل اللي كنت فيه تاني. الدنيا قلت له يا عم خلاص. قال لي بص هو تقريبا مش هينفع ارجعك تاني، نتكلم مع صاحب المصنع، اتكلم معاه، مش هينفع محسن يرجع تاني. او صاحب المصنع ده حبيبي جدا دلوقتي يعني ما شاء الله، شركه كبيره جدا معروفه في السوق.
فقال له مش هينفع يرجع، انت هو كان معايا وانت خدته قال لي بص اقول لك على حاجه، شاركني. قلت له يا عم اشاركك، انا مش لسه مش معايا فلوس خالص يعني، كان اشاركك في شركه انت محتاج فلوس. فقال لي اما اداني عرض ما فيش حد هيديه لحد في الدنيا تاني، لا ما فيش حد هيديه لحد. قال لي يا عم انا هحط راس المال والمكسب 50-50 وانت ليك مرتب شهري. هيحط راس المال بالكامل والمكسب 50-50 وانت ليك وانت مرتب ليك مرتب ومواصلاتك وحساباتك كلها اللي هتجري على الشغل. قال لي انا فاهمك الشغل ازاي. ده لو اخويا مش هديله العرض ده. مفيش عرض الصراحه يعني، انا دايما بتكلم بجد دايما يعني. بمن له بالفضل على طول. اقول له احكي لك، هو مشي معايا مسافات طويله في الشغل برضه، فجه وانا الموارد بتاعه حاليا الحمد لله. الحمد لله. ما دي بقى الدنيا بقى، اللي هو ده بيلنك مع ده والناحيه التانيه انت بتقول لي صاحب المصنع اللي هو كانش معلش يعني كانش عايز يرجعك، دلوقتي بقى صاحبك او بينكوا شغل. كمل. فجه قال لي، قلت له خلاص فهمني الشغل احنا كنا الستاندرد بتاعنا زيوت اكل كده. فقلت له فهمني بتيجي منين عشان لو حد سالني اعرف. فقلت فهمني كل حاجه. قال لي انزل على المناطق الصناعيه اشتغل، ده احنا مش شغالين فيه في المصنع اللي هو فيه، مش شغالين فيه، احنا شغالين على تجار والكلام ده ومصنعه تعبيه باكينج يعني. فنزلت طبعا مش عارف حاجه ولا عارف اروح لمين ولا عارف حاجة ولا هو كان عارف. هو قال لي انزل اسعى، انا هحط راس مال 150,000 جنيه في وقتها. طبعا كان رقم كبير بالنسبه للشغل، كان كبير شويه بالنسبه ليا كمان كان كبير جدا. فحط قال لي انا معايا 150 احطهم في الاول. فانا طبعا قال لي روح العبور في منطقه صناعيه في العبور. فنزلت طبعا رحت العبور، رحت منطقه صناعيه، ومنطقه صناعيه في مواصلات، فيش مواصلات جوه، في موتوسيكل بتاخده تركب منه عشان يدخلك جوه المنطقه لان مفيش مواصلات جوه. فدخلت اول مصنع قابلني مصنع كانت شركه مؤمن يعني. فدخلت الشركه ديت، تعرفت على ناس هناك، طبعا عندنا زيت الكلام ده كله. طب اوكي هات. كان في حاجه اسمها كريدت، احنا ما كناش طبعا لسه بادئين، فما ينفعش ندي للشركه كريدت. فقلت له انا مش عارف كاش يعني. الناس تعاطفت معايا جدا، الناس اشتغل. طب اوكي هات لنا 5 طن. اوكي بدات اشتغل. العجيب بقى ان في اول الشهر مكسبنا كان كبير جدا برضو ما شاء الله. فهو كان بيقول لي ما شاء شاء الله الشغل كويس. فجه بعد 3 شهور احنا طبعا انا مش معايا راس مال. فجه هو راس مالي اللي بكسبه بحطه عشان يبقى راس مالي قد راس مال عشان نبدا نشتغل. فجه قال لي يا ابني بص بعد 3 شهور قال لي انت اللي عبيط يا اللي بيبيع لهم هم اللي عبيط. بقول له يا ابني بقول له طب قال لي عشان ما فيش حد بيكسب كده والله بجد. هو كان هم كانوا في شغل بيكسبوا ستاندر معين يعني فيها مش ربح معين بالظبط وانا مش عارف الكلام ده. فجه قال لي والله لسه فاكر كلامي. قال لي بس انا مش بقول لك حاجه، بس انت اللي عبيط اللي بيقول لهم العبط يعني. احنا مصنع كبير بنكسب في الطن مثلا 50 جنيه، انت بتكسب 500 جنيه. فقلت والله ده كانت حقيقه يعني. فوقتها كان لسه في خير بقى جدا الصراحه. فجينا فبدانا نشتغل. بعد 6-7-8 شهور وقال انا هسيب الشغل. كان مدير الشركه. ايه ده؟ قال هسيب الشغل وافتح مصنع نفسي، انا الدنيا مش كويسه. ايوه والله بس هو هسيب الشغل وابطل الشغل. لا قال انا هسيب الشغل وافتح مصنع لان الدنيا يعني بقت افضل وانا هفتح بقى شغل وافتح معاك شغل. هو اداريا كويس جدا اداريا. فقال لي خلاص انت هتفضل شغال زي ما انت وانا هفتح مصنع لنفسي، لان هو كان بقاله 13 سنه شغال في المجال اللي هو فيه ده، فهو فاهم في المجال كويس. فقال انا هفتح مصنع لنفسي وانت خلاص انت حطيت على التراك انت اصلا. اوكي قلت له خلاص زي الفل. بدأنا ما شاء الله نشتغل سنة 14 15 16 17 18. جه في 18 قلت خلاص انا هفتح شركة لنفسي، واحنا برضه لسه شركاء زي ما احنا في الشركة هي في التعاقد. بدأنا ورد شركات كبيرة في وقتها وتعرفتنا في السوق. انا بقى من صغري ما كنتش بقول لهم انا صاحب الشركة، ما ينفعش، لاني انا كنت انا وهو بس. فالشغل الشركه اللي تجيب شغل ده لازم يبقى برضه كيان، وانت بتخش السوق عندك كيانات كبيره. فانت كنت بتخش انا مندوب شركه كذا كذا اعرف اقول لهم، لاني طبعا ده ذكاء منك مظبوط. فانا لازم اخش، مش هينفع اقول لهم انا صاحب الشركه. صاحب الشركه اقول لك الشركه فيها شخصين فمش هينفع تيجي. فانا كنت بهيئ ازاي اعرف بترسم الشركه من بالزبط. الاخر بكلامك كيان مظبوط بالظبط. برافو عليك. في وقتها طلعت كيانين من السوق. انا فاكر كيانين كبار جدا، والكيانين الكبار جدا دول مجلس كبار حاليا جدا في السوق برضه، واصحابي جدا اصحاب كبار جدا في السن. بس عادي منافسه شغل يعني بالظبط. لا فطلعتهم من السوق لاني كان المكسب ليهم هم كيانات، فعندهم كوست عالي. انا مش كيان،
انا لسه شركه فرديه، فبشتغل فردين وناس بتحمل وبنجيب شغل من هنا ومن ده انت لو كنتش بتشتغل بايدك انت اصلا. بالظبط. لا انا كان في شغل بروح انزله، انا وانا حابب بقول لك اشتغل تشتغل بايدك انت. والدنيا معايا وضحت خلاص، ده بقى كاريرك، انت هتنجح فيه واتعرفت فيه، شركتك اتعرفت، لكن مين صاحبها محدش عارف. انا كنت دايما بقول لهم كده، انا مش صاحب الشركه، انا مندوب، والكلام ده كله فيه لحد فيما بعد قدام شويه في مواقف حصلت ان كان لازم صاحب الشركه يجي، لان تعاقدات كانت كبيره مع شركات كبيره. انت اللي اضطريت. بالظبط. ففي شركه من الشركات كانت شركه شيبسي، كانت شركه كبيره احنا بنتعامل معاها، فجت في 2020 طبعا شركه منتجات شيبسي، منتجات منتجات بطاطس شيبس. بالظبط. شركه من الشركات دي بتنتج. فطبعا كان في اجتماع مجلس اداره، وانا كنت عامل مشكله مع حد في المشتريات فيهم، ده كان كبير جدا الشركه دي. فجيت عملوا اجتماع مجلس اداره، فمطلوب الرئيس لازم تيجي كممثل. وانا بقى كلمني رئيس مجلس الاداره، اتخانقت معاه بالتليفون جدا. فانا عادي، انا في الشغل، انت يمكن بتشوف في الشغل شخص تاني غير في الحياه خالص. بالظبط. فعملوا اجتماع، طبعا الاجتماع داخل لهم واحد عنده كام ساعتها، كم 20 سنه 22 سنه او 23 سنه في وقتها. فقال لي فين صاحب الشركه؟ هات لي حد كبير يا ابني، هات لي حد كبير اكلمه يا ابني كده. قلت له انا صاحب الشركه. قال لي انت صاحب الشركه؟ فضحك، قال لي ما شاء الله، طب تعالى اقعد بقى. وهنا ابتدت المشكله تتحل، ان هو كله بيبص لك انت. اصل انا داخل المجال بتاع عتاوله بالبلدي كده، حيتان. ايوه حيتان في السوق، مجال بتاعك ده. فانت كنت في صغر سنك دخلت وربنا وفقك وسندت وطلعت ناس واستمريت لحد دلوقتي، من ساعتها لحد دلوقتي انت مستمر مع شركات كبيره. فده كان توفيق كبير من ربنا واجتهاد وسعي يعني. فجه الامور بدات تتحل، انت خلاص لازم يبقى ليك كيان. فانا اسست الكيان في 2018. انا عملت شركه، بدات يبقى عندي شركه، بدات يبقى عندي موظفين، وبدا كل حاجه. انا كان كل ده لسه ان انا بدور على اللي انا يبقى عندي فلوس، ان انا يبقى عندي فلوس عشان اعرف انا عايز ايه بعد كده. لان لو عندي كارير ومش معايا الفلوس، مش معايا الماده اللي هتعرف تخليني اكمل في الشغل، مش هستمر. بالظبط. فجيت الحمد لله ربنا وفقني واشتغلت والدنيا بقت تمام معايا. فبدات اعمل شركه، ومش شركه توسعت في التوريدات والكلام ده كله. هنا قلت بقى عايز اعمل مصنع، فالحمد لله عملت مصنع. لا ثانيه واحده، اللي عايز اعمل مصنع فالحمد لله عملت مصنع. ثانيه واحده، حته التصنيع اللي هي الفجوه بقى بين ان انت بتقولي لا انا عملت مصنع. هقول لك انا ليه عملت مصنع. انا من ضمن الشغل اللي عندي الشركه ان انا بدي توريدات لمصانع اللي هي بتعبي المنتج، تعبي المنتج بتاع الزيت زي اي زيت بتروح في الماركت. انا بديله من الزيت الخام الصب بتاعه المصانع. فانا ما كنتش عايز افتح مصنع عشان سببين. انا المصانع اللي بديها مش عايز اكون منافس ليها، الا لان انا بديهم شغل، مش عايز اكون في نفس الوقت نفسي، وفي نفس الوقت ما عنديش الخبره اللي انا اعمل مصنع. فقعدت حوالي لسه فاتح المصنع، بالعلم انا فتحته في 2020 وخسر، ولاني اخويا ما كانش عنده خبره فيه فما عرفش يديره، كل حاجه فيه كانت غلط. فقفلناه وفتحناه تاني في اول 2023. الحمد لله دلوقتي ناجح جدا. فانا فتحت المصنع عشان خاطر انت لازم يبقى عندك براند. انت دلوقتي بتدور انك ازاي تبقى موجود في السوق. انت دورت الاول الحاجه انك ازاي تدور تكسب عشان تعرف تعيش، وعندك عايز تثبت بقى، عايز تثبت، عايز الناس تطلبك. ده اللي انا حاليا كنت بدور عليه، ان انت عايز ناس تطلب اسمك في السوق. سي خلاص انت بقى عندك اساس، عندك الشركه اللي هتقدر تكفر ده. حتى لو فشلت انت خلاص عندك اساس موجود فيه. فانا ما كنتش اغامر ان انا اعمل مصنع وانا ما عنديش القدره اللي انا اغطيها. فالحمد لله استنيت لحد ما تبقى ستيبل، لحد ما يبقى عندك القدره. مظبوط. وخصوصا ان انت كمان يعني اول مصنع اللي هو 2020 اتعلمت زي ما بنقول منه، فعرفت غلطاتك فين اللي كانت موجوده. برافو عليك. فيه واخويا هو دلوقتي مدير المصنع، ساعدني فيه كتير ان هو موجود فيه هناك وبدا يديره، والدنيا بقت تمام والحمد لله. عندنا منتج دلوقتي وبدا يطلع للسوق من 8 شهور. ده منتج اند يوزر على طول اروح اشتريه على طول. طب اسمه ايه يا راجل؟ خلينا نروح اشتريه. هقول لك اسمه خلاص. اوكي اسمه لو اوكي ده قول لي اسمه. طبعا اسمه ميزه واسمه روكا. زيت ميزه وروكا. اوكي ده زيوت عاديه اروح اشتريه اعمل بيه اكل عادي. في معظم الهايبرز هتلاقيها. اصل لسه جايب نص كبده وهطلع بقى خلاص ده زيت عالمي. انت فاهم يعني، والفلفل والبصل. كمل. طيب فاحنا دلوقتي في الشغل بتاعنا احنا عندنا كذا كارير جوه الشغل. يعني احنا عندنا توريدات للمصانع وتوريدات للمطاعم ونقل للمصانع.
كل ده تبع شركه واحده اللي هي شركه توريدات. يعني شركه واحده بتدير 3 عمليات، بالظبط كده. توريد مصانع وتوريد مطاعم. توريد مصانع ده معلش اللي هو توريد الماده الخام اللي هو شغلك الاساسي اللي انت بدات بيه، زي الشركات بتاعت الشيبسيهات والجبن والبسكويت والحاجات دي كلها الكبيره، بتديهم بالاطنان، بالاطنان البلك بتاعهم كمنتج خام. والفرايد تشيكن بندي كل المطاعم الفرايد تشيكن، بندي المطاعم كبيره انترناشونال في مصر يعني مشهوره جدا كلها معروفه طبعا. ونقل الزيوت من المصانع بقى اللي هي للمصانع اللي بتعبي. عندي سؤال بخصوص بقى نقل الزيوت، لسه جاي على بالي حالا. هو الزيوت اللي بتستخدم وبيعاد تدويرها تاني بتدخل في منتجات غذائيه ولا في منتجات اللي هي بقى تنظيف والكلام ده؟ دي بتخش في منتجات الصابون، صناعه الصابون بالظبط، صرف اللي هو بشكل للعلم. بس البويات بتاخد كواليتي اعلى من الاكل. البويات الدهانات الدهانات كواليتي الزيوت اعلى من الاكل، اعلى من كواليتي الاكل للدهانات بالظبط كده. درجه معينه، بروكسيد يعني انا اكل 2 معين. لك اكل 2 كيلو لا لا بقول لك يعني. وبرضه الناس اللي بتقول لك الكواليتي بتاع المطاعم عندنا وبتاع الحاجات دي مش كويس، كواليتي قليله، لا مش مظبوط خالص. لان معظم المصانع الكبيره اللي موجوده فيها اللي هم بتوع الجوده بتاعتهم ناس كويسين جدا، وبيرفضوا الشغل ساعات وبيقبلوا شغل ليهم نسبه بروكسيد معين. فانت بتعاني انك لازم يبقى عندك شغل ستاندر معين مطلوب منك، الكلام ده كله. يعني الطعم ما يتغيرش، الموضوع برضو كواليتي كنترول من الاخر. بالظبط فيه. والموضوع انك يبقى عندك الشغل المنتج على طول متاح في السوق. فانت كل ده كنت اتعلمته بقى على مدار سنين، ان هو ما حدش علمه لك، السوق هو اللي علمه لك. طب بخصوص السوق وبخصوص تعدد بقى المنتجات والكلام ده كله، انت بتقول انت الاول بدأت حتة التوريد للمصانع، دي كانت تعتبر اول ستيب خالص، قعدت فيها شوية بالظبط. مرورا بقى بكل ده، اللحظة بقى اللي احنا فيها دلوقتي واللي انت بقى عندك فيها البرودكت بتاعك اللي هو خلاص انت بتصنعه وبتديه للاند يوزر على طول في الريتيلينج ستورز. الحتة دي اعتقد ان شغل التوريد بتاع المصانع مفيش قايم عليه دعايه تماما. يعني اعتقد ان الدعايه بتكون داخليه ما بين بقى المناقصات والشركات ومين طارح بكام ومين هيورد قد ايه، على قد ما هي شركات معروفه دلوقتي، احنا معروفين جميل. بس ده بينكم وبين بعض كشركات، بين الشركات بالظبط كده. الاند يوزر بقى النهارده اللي انت هتطلع له البرودكت بتاعك ده، اوكي، انت النهارده هل في دور بدات تستخدم من خلاله مثلا سوشيال ميديا، دعايه ايا كان هو ايه، علشان يفرق معاك في ان انت البرودكت يوصل للاند يوزر؟ بالفعل لازم نبدا دعايه فيه. فعملنا بريزنتيشن مع شركه هتبدا بالفعل دعايه فيه. انا الاول كان لازم اللي عملته في الشركه عندي اعمله في المصنع، ادور ان انا اكسب الاول، اغطي التكلفه بتاع الموظفين اللي هناك، ابيع لتجار، ابيع في الصعيد ياخدوا هم هنا التجار. لاني انا لو المنتج بتاعي لازم اول سنه اشوف عيوبه ايه ومميزاته ايه. طيب اوكي، الكوست بتاعي عامل ازاي؟ انا مش عايز اكسب خالص، اوكي، لان انا اوكي اما يبقى معاك فلوس او تعرف تغطي الكفر، هتبقى معاك فتره كبيره تتعلم فيها. مش لا لازم اكسب، انا عندي ضغط، الكلام ده كله. فده كله انا شيلته من عندي، لان انا اشتغلت فتره كبيره، فحاولت اغطي ده واشيل البريس من على المصنع. لان البريس لو على المصنع لازم كل حاجه تبقى ستاندر، اذا كان في ايجارات، اذا كان في عربيات، اذا كان في كل الكلام اي ده، نسريات، بالظبط كده. فانت اللي وقعت فيه في الاول ما حاولش اقع فيه تاني. انا كفرت المصنع ان انا عندي سنه، اوكي ممكن اشتغل سنه ببلاش، الموظفين المرتب بتاعهم يجي، حتى مش عايز مكسب منه في الاول. ده انا كنت حاطط التكلفه عندي في الحاجات دي كلها كده. ففضلت اشتغل سنه عشان اعرف اخطائي. طبعا كان عندي اخطاء كتيره جدا وحاولت اعالجها على قد ما اقدر. اما بدات كده، بدات بقى اقدر ادي الهايبرز، اقدر ادي كل الماركت. بدات بالفعل عملت تعاقدات الحمد لله من فتره مع هايبر والكلام ده كله، الشركات الكبيره اللي هي ليها فروع كتير، وبدانا فعلا نديهم شغل. بدات تعاقداتنا شهريه، اللي خلاص انت عندك منتج كويس اعرف اشتغل عليه، ويعرفوا يطلبوا الاوردر يبقى موجود. الكلام ده كله، الستيبس دي كلها حاولت اتعلمها في السنه اللي انا فتحت فيها المصنع، عشان برضو ما يبقاش حد يطلب مني اوردر يبقى الدنيا عندي مش عارف تغطيه، مش متظبطه فيه. بس فده اللي اتعلمته في المصنع. ونفس الكلام مع الكواليتي بتاع المطاعم طبعا الكواليتي بتاعتها صعب جدا. اللي يجي يقول لك الزيت فيه طعم، الكلام ده بتحاول بقى ترجع تعرف طب فيه ايه الكلام ده كله. فحاولنا نكفر كل ده الحمد لله. مع مر السنين اللي انا اشتغلت فيها
اتعلمت فيها حاجات كتير جدا في المجال اللي هو مش كانش فاميلي بيزنس، لا هو المجال اللي انت اتحطيت فيه، انت ربنا حطك فيه وبدا يبقى فيه توفيق من ربنا عشان انت استمرت فيه وسعيت فيه. ده كل اللي حصل في المجال بتاع الزيوت. ومؤخرا انت حبيت يبقى عندك براند نيم بتاعك عشان خلاص يبقى انت موجود، خلاص انت لازم تطلع في السوق، لازم، ما هو ده الستيب اللي بعد كل حاجه انت بتحصل لها لازم تطور يوم عن التاني. ده اللي بدور عليه، ان انا في الاول كنت كذا، لا لازم ابقى كذا، لازم هو ده الطموح اللي كان عندي اللي انا بجري وراه طول الوقت. طب من توريد لمصانع لتصنيع، اعتقد يعني بحكم معرفتي الصغيره يعني انه الخطوه اللي بتبقى بعد التصنيع وبعد ان انت خلاص نزلت للاند يوزر ببرودكت، اعتقد ان الخطوه اللي وراها على طول بتكون خطوه تصدير. هل ده موجود في الاجنده بتاعتك؟ احنا طبعا موجود، كل المصانع عندها تصدير، يعني كل الناس الكيانات لازم بتدور على تصدير، بس احنا عندنا دايما بيبقى في عجز في المواد الاساسيه، المنتجات الاساسيه بتاعتك. لا ثانيه واحده بس بالراحه، وضح لي بقى الحته دي علشان انا انترست قوي في اللي انت بتقوله ده. تمام اوكي. فكره ان انت النهارده كمصنع عايز تصدر، تمام، بتقابلك مشاكل في الماده الخام اصلا؟ هي مش بتقابلك مشاكل في الماده الخام، هو مثلا انت بتيجي عندك هنا فتره البلد بتمنع تصدير الزيت. بتمنع ده؟ طبعا تقول لك لا، لان الاحتياج بتاع المحلي كفي الاول كفي الاستهلاك المحلي بالظبط، واحنا كمان بلد مش منتجه للزيت، احنا بنستورد 100% من الزيوت. ايه ده؟ يعني الماده الخام اللي اوريدي بتتكرر عشان يتعمل منها زيوت بمختلف انواعها. ده احنا بنستورد حاجتين من الزيوت، يا اما زيت خام وبنكرره هنا في مصر، يا اما بذره الزيت. البذره بتيجي طبعا هنا بتتعصر، وبعد ما تتعصر يطلع منها القصب بيخش في الاعلاف، بعد كده الزيت بيخش حاجه اسمها منزوع، بعد كده يخش على مكان تاني، مكان تكرير، بعد كده التكرير يروح يتنقل من التكرير للمصانع، بعد كده المصانع تبدا تعبيه، بعد كده بيتعبى ينزل للاند يوزر. يا نهار ابيض، دي هي ماشي سايكل كبيره. طبعا، بس انت اوريدي بيقابلك ساعات يعني مشكله في الماده الخام الاساسيه اصلا اللي هي سواء البذور او الخام. انت اصلا مش مكفي الاستهلاك المحلي بالظبط. انت دايما لو خدت بالك الزيت على طول هنا يقول لك بيغلى والكلام ده كله. لا، التصدير كان واقف، مشكله اوكرانيا الاخيره دي اللي حصلت اثرت جامد، مشكله كتير على ارتفاع السعر طبعا، كتير جدا. رفع قد ايه السعر تقريبا من ساعه مشكله اوكرانيا؟ تقريبا كام في المية؟ من 2022، من اخر 2022 لحد ان رفع 400%. 400%؟ اوكي، من 2022 يعني سنتين. اوكي، سنتين اترفعوا سعر 400%. مظبوط. يا نهار ابيض. يعني انا بداياتي من 2014 يا نهار ابيض كان طن الزيت ب 5000 جنيه. النهارده اول السنه دي كان ب 85,000 جنيه. يا نهار ابيض، ده في العصر. يا نهار ابيض. لكن لو رجعت 2022، اول 2022 كان طن زيت العباد بيتراوح من 19,000 لحد 24,000 جنيه. جينا اخر السنه بقى ب 42,000 جنيه. استمرنا لحد ما ابتدينا 24 كان طن زيت العباد والصويا والكلام ده كله وصل 80,000 85,000، يعني اكتر من 400% كمان. طب مع اللي حصل مؤخرا في فكره سوق العمله، اوكي، وبعد لما قدرنا ان احنا نجيب عمله صعبه زي ما بنقول، وفرق ده طبعا في السلع الاستهلاكيه. مظبوط. فرق في سعر الزيت بعد ما كان رفع، نزل اكتر من 35%. 35%. وقابل ان هو ممكن ينزل تاني؟ قابل ان هو لو في استقرار عندك، كل ما يبقى في استقرار عندك كل ما الاسعار بتستقر، والتجار اللي هم المستوردين بيحاولوا يهدوا الدنيا شويه، لان هم برضه هم المتحكمين في الشغل اللي بيخش عندك. لكن طول ما انت عندك استقرار بيبقى الاسعار بتنزل. يعني التجار بيكون لهم دور في الغلاء محسن على كده؟ دور كبير كده. المستوردين بيبقى لهم دور، ان هم مثلا بيقول لك عايزين دولار عشان نخرج الشغل من الجمارك والكلام ده كله، فانت بتضطر انك تستنى او انت لازم تشتري. المشكله انك لازم تشتري باي سعر، اي سعر المصانع اللي بتنتج بتقول عليه انت بتشتري، والمصنع اللي بعدك اللي انت هتدرسه لازم يشتري منك، لانه مصنعه مش هيقف والكلام ده كله. هي الدايره مكتمله. الدايره انك لو اشتريت النهارده منك ب50 هبيع لك انت اغلى، ما هي لازم استاندر كده. بس غالبيه التجار اللي عملوا كده اعتقد ان هم خسروا الفتره الاخيره، مع ان لما بدات بقى العمله الصعبه تدخل جوه البنوك. الغالبيه خسروا. هو اصل في كام نوعيه من التجار، في نوعيه كتير او في بتكلم عن المجال بتاعنا. التجار في
نوعيه تاجر كمصنع صغير، موزع، تاجر بيقطع كميات كبيره، مصنع، مصنع، في حاجات كتير قوي. فكل واحد على قد حجمه. تخيل لما كل واحد على قد حجمه، ده شايل شويه وده شايل شويه وده شايل شويه وده شايل شويه، فبتبدا هنا الدنيا مجرد ما سمعوا ان في ارتفاع في السوق، كله بيشتري. اللي كان بيشتري احتياجه مثلا، المصنع اللي بيشتري احتياجه 10 طن في اليوم، ممكن ياخد مني 100 طن، يقول لي عايز 100 طن يا حاج، عشان مش ضامن ان عشان ممكن بالظبط ترفع تاني. ممكن يرفع تاني بعدها. فبالتالي اما سي انا بدي مثلا 5 مصانع مثلا فرضا، ال5 مصانع دول انتاجهم كله على بعضه في اليوم الواحد مثلا 20 طن. لما هي اديله 100 طن 5 بس، لما اديك مثال صغير يعني، تخيل دول وهم صغيرين كمصانع صغيره، تخيل بقى كميه المصانع دي في اريا صغيره قد كده، ده كله بياخد. فهنا بتبدا ان الزيت يبدا يرفع، ده خد شويه خزن عنده، ده خد شويه خزن عنده، ده خد فانت بتخزن عندك انت كمان عشان خاطر تغطي الاحتياجات. فانت اللي هو ايه، الغلا منه فيه، انت اللي بتفتعله، وانت لو رفضت ان انت تديله الكميه اللي هو عايزها هيجيب من حد غيرك تاني على طول. طبيعي. فانت مش هينفع تقف، هي الدايره مشيت كده. لكن كل ما يبقى في استقرار في الماده الخام هنا وفي العمله في كل حاجه، الدنيا بتستقر جدا، بياخد على قده بالظبط، ممكن ياخد اقل من طاقته لان عارف ان بكره هينزل. ده بيحصل معايا بالفعل. يقول لا سي انا عندي مثلا اصغر عربيه بتصير 7 طن، يقول لا ابعت لي 5 طن النهارده المصانع مثلا، ليه؟ عشان عارف ان بكره هياخد بسعر اقل. فطبعا الماده الخام بتتوفر، ترجع توفر. انا سحبي اللي هو سي بيرجع للمصنع اقول له مثلا عايز النهارده سي 100 طن، يرجع يقول له انا عايز 50. فهو بقى عنده ماده خام اكتر، هو عنده البذره. فهي الدايره بترجع تاني على مردودها. طول ما هي حركه الاستقرار دي بتعكس كل ده، بتخلي اللي بيخزن عشان يكسب لا هو بياخد اقل من احتياجه عشان ما يخسرش بكره. فهنا بيجي الاستقرار. والناحيه الثانيه يحصل فايض فسعر الحاجه يبدا ينزل اكتر. ده طبيعي جدا. انت لو رجعت السكر كان في اول السنه ما بكلمكش على بقيت 54,000، دلوقتي بكلمك عن النهارده ب 30,000. اول السنه دي كان ب 54,000 جنيه الطن. ايوه طبعا. دلوقتي في اللحظه دي احنا بنتكلم 30,000 جنيه، يعني نزل تقريبا 50% يعني تقريبا. السكر في 2022 كان ب 11,000. اوكي، كان ب 11 في 22 مع ازمه اوكرانيا اللي انت برضه كنت لسه بتقول لي عليها، الازمات كلها اللي بتحصل عندك ديت. فدلوقتي انت طول ما انت عندك استقرار كل ما الدنيا بتنزل. ده حقيقه فعلا يعني. لكن انت لو عندك بقى ارتفاع في الاسعار والكلام ده كله عايز يكسب، هو كله بيدور على ستاندر مصلحته. طب التصدير وبيقابلنا فيه مشكله في الماده الخام، في ان احنا في مثلا في المنتجات الصناعيه اللي هو زي الزيوت والسكر وغيره. طب الناحيه التانية يعني اللي انا اعرفه من حكم بقى ما انا سافرت بره، ومن حكم اصحابي اللي قاعدين بره خلافه، بيقول لك انه الفاكهه مثلا بره، يقول لك الفاكهه المصري بره غاليه، مظبوط. يقول لك الخضره المصري بره مزبوط. غاليه. مزبوط. هل احنا شطار فعلا بنعرف نصدر ده في الموالح يعني؟ البرتقال والحاجات دي كلها احنا شطار جدا ومطلوبه جدا، شغلنا جدا مطلوب جدا فعلا، وبنصدره شاطرين فيه. بنصدره، والمنتج اللي بتصدر احسن من المنتج اللي عندك بكتير جدا. ايه ده؟ لا معلش فاهم يعني انت دايما لو رحت بصيت بره، حتى دي فيها فرز كبير جدا طبعا. يعني انتوا بتدونا احنا هنا الفرز اللي انت طبيعي طبيعي اقول لك حاجه طبيعي. يعني انت عايز تقول لي في مساله الفرز دي ان هو انت بتصدر الفرز الاول في حته بالبلدي يعني زي ما احنا بنقولها، اللي هو هي على حسب الزبون اللي داخل عليك الزبون اللي هيدفع، فهديله احسن حاجه عندي. انت دلوقتي في الشغل لازم يبقى عندك عملاء. في اي شغل العملاء بتوعك دول في عملاء مستمرين وعملاء بتشتري مره واحده وكده. صح. فانت بتحاول برضو، هو اي مجال واحد ان انت بتحاول انك تحافظ على العميل معاك. ممكن يجي لك عميل تكسب منه اكتر من التاني، لا انا اوكي العميل بتاعي هكسب منه قليل مره واثنين وثلاثه، ده مستمر معايا على طول. بس برضو ده مش معنى كده ان السوق المحلي فيه حاجات وحشه. انت السوق فيه كل حاجه على قد احتياج الناس اللي فيه. يعني معلش انت لو رحت عند محل عادي غير ما تروح الماركت هايبر ماركت، هتلاقي ده ب20 هناك عنده ب60. ما هو اكن انا صدرته. مظبوط. ما هو ده موجود، ده بيبيع لناس معينه وده بيبيع لناس معينه. اهم حاجه ان ده اوكي بياكل ويشرب وده بياكل ويشرب، هو كل واحد اختلاف السلع على حسب المعروض بالظبط كده. ما هو ممكن التاجر اللي فاتح هنا في حي او في سكن يروح سوق العبور مثلا يشتري بغالي، مش هيبيع عنده في المنطقه اللي هو فيه. مظبوط. ده حاجه عاديه. ممكن يجيب احسن حاجه بس عنده مش هتمشي مع الناس مع الفئه اللي موجوده حواليه. بالظبط كده، السوق اللي هو موجود فيه بالظبط. فانت بتدور نفسك، انت عايز تكسب، فبتدور على هو اللي هتصدر له طبعا حاجه
بلس 1 بتنقيها بالواحده عشان خاطره بيديك فلوس اللي انت عايزها. فانت بتنزل تدور في الارض انت عايز تجيب احسن حاجه صح. وبتفرز له وبتنضف له والكلام ده كله ليه تمن. فانت انت بتدي قيمه مقابل مال. بس ده في الشغل، فده حاجه عاديه جدا. انت عارف انا في وسط كلامك انا مدرسه ستاندرد شويه، يعني انا عارف انت اللي هو ايه، انا بتاع الواحد زائد واحد بيساوي اتنين، من الناس اللي اشتغلت بايديها، اللي هو من الاخر ابن بلد، انت عارفني يعني. بحس شويه انه ايه، انه اللي انت حكيته ده من اول لما بدات ولحد دلوقتي، وربنا يا رب يكرمك وتحقق كل اللي نفسك فيه وتفضل دايما في نجاح يا رب. بحس ان ده عارف انت اللي هو ايه الطبيعي بالنسبه لي، ويعني ممكن انا اكون مخطئ، بس دي وجهه نظري. انا بحس ان ده الطبيعي في حته سلسله النجاح في اي حاجه. بس هاخدها مثلا في عامل البيزنس. بشوف دلوقتي في السوشيال ميديا، انت عارف بنفتح بقى نلاقي ريلز وفيديوز ازاي تعمل $50,000 في نص ساعه. هتكسرهم في ساعتين بالظبط. ازاي تعمل مش عارف مش عارف ايه في 5 دقايق. بحس ان الكلام ده شويه منافي للواقع. اللي هو يا معلم، انا اللي اعرفه، انا مثلا لو انا عايز اعمل فلوس هاجي لواحد زيك اقول لك، بقول لك يا محسن، انا مثلا معايا 20,000 جنيه، معايا 30,000 جنيه، معايا 10,000 جنيه، قول لي ايه المشروع الصغير اللي اعمله ابدا ان انا انجح من خلاله مثلا في سياق البيزنس. طالما انا مثلا عايز اعمل مشروع، عايز امسك فلوس. اوكي. لان بحس ان الشكله التانية دي معرفش والله اعلم يعني، بس بحسها شويه فيها شيء من الزيف، اللي هو بس مجرد دعايات، دعاية. كلام. اللي هو عايز تعمل مش عارف $100,000. يعني حتى لو هي مش دعاية، انت لو كسبت 50,000 جنيه او $50,000 وانت مش عندك الحكمه انك تشغلهم، هتكسرهم في في سرعه، نفس السرعه اللي كسبتهم بيها، نفس السرعه اللي تكسرهم بيها. حلو قوي. هتصرفهم في سرعه يعني. حلو قوي. زي ما في مثل بيقول لك، انت كل ما كان وصولك اسرع كل ما كان نزولك اسرع. حلو قوي. دي والفلوس اللي بتيجي بسرعه بتروح بسرعه. بالظبط. ده كلها امثله شعبيه ودي حقيقه فعلا. حقيقه صح. لكن انت لو قلت لي مثلا معاك 20,000 جنيه، انا قلت لك انا ابتديت المشروع اللي ظهر ب 4,500 ونص. مش قصه كلها مش في الفلوس على فكره. هو انا مؤمن بحاجه جدا، ان ربنا خلق الانسان يعرف يعمل كل حاجه، وده حقيقه جدا. حقيقة. الانسان يعرف يعمل كل حاجه، بس هو لو ركز في اللي هو فيه، او ركز في اي حاجه هو عايز يركز فيها. يعني لو انسان صحي الصبح قال انا عايز ابقى لعيب كوره، مش هيبقى بروفيشنال بس هيبقى لعيب كوره. لو راح الجيم والتزم واتمرن نفس التمارين اللي بيتمرن لعيبه ونزل الملعب يبقى لعيب كوره. انا دي قناعه تامه. حقيقة. لو انسان عايز يبقى ناجح هيصحى الصبح يروح شغل. لو باع شاي في موقف عشان يكسب فلوس هيبيع شاي ويروح بعد ما يبيع الشاي يدور على حاجه تانية. بس اهم حاجه ان هو يبقى عنده طموح اللي هو عايز يبقى ايه. الفكره كلها انك عايز تعمل ايه. اوكي ممكن 20,000 جنيه تعمل مليون حاجه، تعمل حاجات انت تقدر عليها. في ناس تقول لك يا عم انت بتتكلم كده 20,000 جنيه انت ممكن تجيب بيهم اي حاجه. خلاص اوكي يا عم، انا ممكن اجيب اي حاجه، انا اشتغلت بكده وانا مؤمن بده. هجيب اي حاجه اشغلها. التجاره مفيش احسن من التجاره في الدنيا. اصل في ناس بتفتكر ان المشاريع الصغيره اللي هو مثلا فاتح بارتيشن في الشارع، جاي بعربيه وعاملها عربيه اكل، فاكرين ان ده ما هواش طريق للنجاح، او فاكرين ان ده مش هيوصل لحاجه. يعني حتى بقى مش هقول لك بقى عربيه الاكل اللي تبقى مطعم اكل في يوم من الايام، لا، بيقولوا ان ده مش هيوصل لحاجه. كلامك واللي انت حكيته لي دلوقتي، واللي اتمنى يعني ان الناس اللي تكون بتتفرج وبتسمع تكون فاهمه كويس قوي مضمون الكلام ده، والكلام ده يوصل على فين. يوصل ان انت اتعب، وان انت اعمل المشروع حتى ولو صغير، زي ما انت كنت بتقول. لو عامل زي ما عارف انت اللي هو حته باترينا صغيره بيبيع فيها لب، اللي هو هتبيع اي حاجه تكسب. خصوصا ان انت حتى هتكسب، ممكن تكسب فلوس، ممكن ما تكسبش فلوس، ممكن تكسب علاقات، مظبوط، ممكن تكسب شيفت كارير يتفتح لك في نص الطريق اللي انت واقف فيه ده يوديك يعني حته تانية. انا بس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم احنا تجار، احنا اساسنا تجار. اساس العرب كلهم تجار. يعني ده الى في قريش الى فيهم رحلات الشتاء والصيف. الشتاء كانوا بيروحوا يجيبوا شغل فليعبدوا رب هذا البيت. احنا اساس شغلنا كله تجاره. احنا عمرنا ما هنكون مصنعين كبار يعني على مر حتى اللي جاي. احنا مش هنكون مصنعين في حاجه، احنا تجار. مش بقول لك احنا كده ما نصنعش، لا، بس احنا الرزق كله في التجاره. هل ده عشان لساننا حلو؟ يعني احنا كعرب لساننا حلو. انت في الحقيقه في اي حته، يعني في اي مكان لو تاجرت هتكسب. اقول لك ممكن تخسر، اوكي، وارد انك تخسر. لازم تبقى حط في دماغك انك هتخسر وتكسب وتخسر وتكسب، بس اهم حاجه انك تقوم. يعني الفكره كلها انك اما تخسر ما تقولش لا انا اسوء واحد في الدنيا، انا حظي كده. لا خلاص يا عم، قوم كمل. ما انت ربنا كرمك امبارح، ليه انت قلت مش انا الوحيد اللي ربنا كرمه النهارده برافو عليك ربنا؟ لا خلاص انت هتخسر تاني. انا في 2020 خسرت كل فلوسي، كل اللي انا عملته ما حكيتلكش،
وبقى عليا مبلغ كبير جدا في 2020 والله، بعد ازمه كورونا. يعني ازمه كورونا الناس كلها كانت بتخسر، انا كنت بكسب. جيت والله انا خسرت اكتر من كل ثروتي، وبقى عليا حوالي 3 مليون جنيه بعد كورونا. يعني انت كسبت في كورونا، جيت بعد بالظبط. كورونا خسرت خسرت واتدينت مبلغ مظبوط. وقدرت بفضل الله ان انت تعمل الحمد ريفايف لله. مره تانية وترجع مره الحمد تانية لله. على التراك. الحمد لله. الفكره كلها في الاستمراريه. الاستمراريه دي النجاح كله في الاستمراريه، لازم تستمر. كمان بقى بس انك ما تشتتش نفسك، لان انا دخلت اكتر من مجال شراكه مع ناس وخسرت فيه. واما تخسروا اللي انت دخلت معاه وفلوسك، يا تخسر فلوسك وتبقى على الناس اللي انت دخلت معاهم. فانا يعني انك تركز في مجالك اللي انت فاهم فيه او فهمت فيه وتفضل مستمر فيه، ده النجاح كله بيك كده. لازم هتنجح، والله العظيم لازم هتنجح. لازم في يوم من الايام، يعني انت بقالك 10 سنين، ممكن في سنه 9 تنجح النجاح بتاع ال10 سنين كله مره واحده، بس انت هتنجح. لازم تنجح. بص لازم هتوصل، هي دي حقيقة. بس انت لازم تستمر، الاستمراريه، ولازم تبدا. ولازم تبدا. يعني لو انت من الصفر لازم تبدا، حتى ولو حاجه صغيره. ابدا باي حاجه. ما انا لو معايا 10000 جنيه وباخر شهر ب 11، انا كسبت اهو، ما خسرتش، كفيت نفسي، بقى عندي اكتفاء ذاتي لنفسي، عملت مسؤولياتي. مش لازم اروح اركب مرسيدس في اول سنه. طب مش معنى انا ركبت مرسيدس ليه؟ لا اوكي، هتيجي المرسيدس يا عم، اشتغل شويه واتعب شويه، يعني كبر دماغك. انت غطي التزاماتك، بعد غطي التزاماتك شوف احتياجاتك، هيتوفر معاك. لا اما انت بس في نقطه صغيره بيقعوا فيها كل الناس، انك لما يبدا يبقى معاك فلوس بتجيب اكتر من احتياجاتك. دي اكبر دروب الناس اللي بقابلهم بيألف النعمه. مش كست ان هو يألف النعمه، كست ان هو مثلا انا دخل لي 100,000 مثلا الشهر ده، ممكن اروح اجيب عربيه ب 2 مليون جنيه. طب ليه يا عم؟ ليه عملت كده؟ ليه حطيت كوست اكتر من اللي عليك فيه؟ انت ممكن تجيلك 100,000 جنيه، خلاص حطهم على الشغل بتاعك تاني، كبر الشغل، هيجي لك شغل اكتر. انت في وقت ما انت هتبقى عارف انت امتى تجيب عربيه، امتى تبقى عارف تجيب عربيه. صح. لو استمريت في شغلك وكبرت الدنيا. انا مثلا كنت ساكن عند 6 ستارز، قعدت 4 سنين ما اشتريتش تيشيرت منه، لاني انا مش انا عارف نفسي، مش عارف اخش اشتري تيشيرت منه. يا عم انا مش زعلان، انا مبسوط والله، وبلبس لبس، بروح لحتى بجيب لبس ليا، وكنت مبسوط جدا. انا خلاص انا عارف حياتي، انا دخلي كذا، هعرف اعيش على قد اللي انا داخل بيه. وبعد كده اقدر اجيب من باريس، اجيب من اي حته. خلاص انت ربنا كرمك، هتقدر تجيب من اي حته انت عايزها بالظبط. لكن اما الوقت اللي انت تكسب فيه، كله عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب ايفون، عايز ينزل ويشتري يا عم اوكي، كل ده حلو، ده حقك انك تعمل ده، بس حقك وانت معاك. حقك ان انا النهارده ربنا كرمني بشغل وانا تاجر، ما اروحش اجيب بيه عربيه وهبقى عليا اصاله الاسم ده اشتغل ناجح. النجاح مش يتقاس بالعربيه ولا بالموبايل ولا الكلام ده كله. النجاح هيتقاس بشغلك. بعد كده الشغل هيجيب لك كل اللي انت عايزه، بس ما تستعجلش فيه. ما تستعجلش. القصه كلها في عدم الاستعجال، انك عايز الحاجه دلوقتي. طب ده معاه كده، اما هو ربنا كرمه اوكي، بس هو مش ده وانت ما تعرفش كمان بقى ظروفه، ما تعرفش ركز مع نفسك يعني بالاخر. مظبوط الكلام. بس هي النقطه اللي بيقع فيها معظم الناس، ان انا بشتري اكتر من اللي داخلي او بصرف اكتر من اللي داخلي. دي بتبقى كارثه كبيره جدا. انا قعدت فتره كبيره كده معيش عربيه، مش مشكله، ها كده جبت عربيه صغيره، كده غيرت العربيه، جبت عربيه ثانيه، كده جبت. يعني هو بتبدا الحياه من كده. اهم حاجه الشغل، يعني الشغل هو الاساس بتاعك في كل حاجه. انت حط دماغك في الشغل، ركز، هتركز ربنا يكرمك، هيفتح عليك، هتبدا تشتغل. بعد الشغل انت هتبدا تطور نفسك. يعني انا كل اللي بيقول لي انت فاهم البيزنس، انا مش فاهم البيزنس. انا الشغل والسوق والحياه هي اللي علمتها كل حاجه. برافو عليك. صح. فانا فبقول يعني انك تستمر، وانك تنجح، وانك يبقى عندك توفيق من ربنا مش هيديك توفيق وانت ما بتستفادش، صدقني. يعني الله لا يحب الجهلاء. لو في صح. مؤمن وكافر نزل الميه، اللي بيعرف يعوم هو اللي هيطلع. والله ده حابب الجاهل. خلاص انت استمر، اسعى في حياتك يا عم، مالكش دعوه بحاجه، انت اسعى. انا نازل اشتغل، ما فيش توفيق النهارده، في توفيق بكره. برافو عليك. اهم حاجه انا اشتغل. هي دي النقطه اللي بقول لك عليها، هتبدا انك تبدا وانك يبقى راضي. يعني الصعب كله في الموضوع انك تبقى عندك رضا، انك راضي النهارده الحمد لله انا زي الفل، انا باكل وبشرب والدنيا معايا تمام. عايز اجيب حاجه اجيبها، لو معايا دلوقتي ما اقولكش ما تجيبش، بس انت هات على قد داخلك. لو دخلك 10,000 جنيه ما تروحش تجيب موبايل ب 60,000 جنيه. اجيب له 60,000 جنيه. ممكن انا اعرف ناس والله ممكن تعمل جمعيه، سبب الجمعيه يبقى معاه ايفون. والله ده حقيقه. الله يعينهم. ده معظم الفكره، احنا معظمنا كده. يعني ممكن اجيب عشان بنفس الشكل. انا والله العظيم اعرف، وانا في وقتها كان في ناس تروح تجيب لبس من 6 ستارز عشان يتصوروا بالشنطه بتاعت البراند.
يا طب نهار ليه يا أبيض. عم انت عملت كده؟ ليه طيب في دماغك؟ اوكي عادي. هو كل ده، ما هو كل ده عدم توعيه. انا فاهم، مع مع حاجات اسباب سيكولوجيه وبيجي مش في عارف الاخر اتكلم يقول لك فيها. يعني في حاجه ممكن تقول انت انا مش معايا. طب يا عم اوكي، انت احسبها بالعقل. طب انت ما تيجي تحسبها بالعقل، اوكي. عايز اخد رايك في حاجه مهمه. انت راجل شغال في التجاره وفي الصناعه وربنا رب يكرمك، هل عشان ده سؤال جوهري قوي وانت اكيد سمعت الكلام ده كتير قوي، حركه الطرق اللي حصلت مؤخرا في البلد وتعديل الطرق وفتح طرق جديده و هل ده فعلا اثر بشكل ايجابي على حركه التجاره؟ لان كله بيقول لك ان انت عشان يكون عندك حركه تجاره منتظمه لازم يكون عندك طرق منتظمه، لازم يكون عندك مظبوط. طرق مفتوحه، يكون عشان عندك يخش لك مستثمر البلد بيدور على كذا حاجه، من اهمهم الطرق. هينقل الشغل بتاعه ازاي من الموظف للبيت، هيبقى عامل زي الشغل بتاعه يروح للمصانع. ده كانت حاجه استراتيجيه جدا لازم في اي بلد في العالم انها تنجح، ان الطرق بتاعك تكون سليمه وتكون سريعه جدا. فانت فرقت معاك انت؟ فرقت مع طبعا حركه جدا التجاره بتاعتك؟ طبعا فرق جدا. انت بدل يعني الطرق اللي اتعملت دي كلها من المصنع كان مثلا بياخد 4 ساعات، دلوقتي بياخد ساعتين. فبيوفر في بيوفر البنزين، جدا في كل، هو بيوفر في كل في حاجه. الهالك انت بتاع بتقطع العربيات كارتات وبتعمل كل حاجه، بس ده فيه توفير على اللونج ران طبعا. بالظبط كده. وكمان في اللي هو انت عشان تبقى بلد مستثمره او يجي لك مستثمر لازم يبقى انت عندك قواعد معينه عشان يجي يستثمر عندك. في قواعد موجوده عندك، في قواعد مش موجوده عندك. من ضمن القواعد الموجوده عندك اختار تبقى عندك طرق والكلام ده كله. فانت عندك طرق، اوكي، الطرق بتاعتك بقت كويسه، بقت احسن 100%. اهم حاجه المصانع بقى، يبقى انت عندك حاجات تخدم على ده عشان يجي لك مستثمرين. ففعلا الطرق بتخدم على الشغل، بتخدم. اوكي طب اوكي انا عندي طرق ما عنديش استثمار، فما هو ملوش لازمه. يعني الطرق بتفيد طبعا. طب من الطرق، معلش انا يعني أوكي. بحاول بفتح معاك مواضيع في اكتر من مجال. الطرق عملت بيزنس من لا شيء. الطرق عملت بيزنس من لا شيء. مظبوط. ده اعتقد اللي هو حته البارتيشنز اللي موجوده مظبوط. دلوقتي البارتيشنز والبنزينات، وشفت كميه الكباري اللي عندنا. فرقت بقى دي في حركه التجاره الداخليه بتاعتنا طبعا. يعني حركه عارف انت اللي هو ايه، دايره راس المال الكبيره بقى، انت موسعه تجاريا. انت يعني دي انا شايفها من اكتر النقط الايجابيه اللي اتعملت في البلد. يعني انت لو خدت كل حاجه في البلد بمنظورك للكوبري اللي انت حولته من مكان الناس بتنزل تحت وتقعد يضربوا مخدرات يعملوا اي حاجه، والكلام ده معروف يعني مش مظبوط طبعا. تحوله لمحلات الفلوس اللي تخشها تنفع البلد وتنفع الشباب. انت مش متخيل كام براند مصر فتح الفتره الاخيره للدرجه دي والله. كميات براندات مهوله فتحت. وخصوصا ان هي ايزي تو ريتش عشان هي في الشارع، بالظبط كده، فبالنسبه للناس فالناس اسهل. بتعدي عليك. فانت حولت الكوبري مكان ملوش هويه لمكان كويس شكله شيك جدا، بيدخل دخل للبلد، بيدخل دخل للناس تانية. فالمنظور بتاع الكوبري ده يا ريت الناس اللي ماسكين يطبقوه على كل حاجه في البلد. هننجح في حاجات كتير جدا. وده فرق مع الناس بتوع المشاريع الصغيره طبعا. يعني الناس اللي هي اخرت بارتيشنز صغيره قدرت ان هي تعمل من خلال حركه هو تجاره. الحركه العالميه الاخيره حركت كل شباب، الناس كلها بقت عندها خطوه انها تنجح. ايه ده في مثلا عندك مقاطعه الفتره دي، لا انا اقدر اخش اشتغل بقى، انا افتح براند لان انافس ده، افتح براند. يعني انت لو خدت بالك انت في 600 براند عندك فتحوا مؤخرا في براندات مصريه فتحت، وفي براندات منها خرجت بره. طب ده فتح البراندات المصريه ده مؤخرا بسبب المقاطعه ولا من قبل المقاطعه؟ هو من قبل المقاطعه، بس المقاطعه شجعت كتير ان في ترافيك قل من عندهم فهيزيد عندك، وفعلا ده حصل جدا وفي ناس كتير عارفين. وبالنسبه لنا بيضر بعائد ايجابي طبعا علينا احنا بيدور بعائد ايجابي على الشباب، بحيث المنتج المحلي. مظبوط. انت عندك منتج محلي. انت ما كل الناس عندك بتشتغل، كل ما بتدفع ضرائب، كل ما الضرائب بتدفع كل ما البلد بتبقى احسن. يعني دلوقتي بياخد منك ضريبه، انت اشتغلت الضريبه، يعني عندك موظفين اكتر بيشتغلوا، شغلت ناس، بقى عندك براند بتاعك بيطلع بره. يعني فده كله طبعا في الناتج المحلي طبعا كويس جدا. طب احنا شطار في تصنيع ايه؟ يعني احنا شطار في تصنيع حاجات معينه، يعني هل في حاجات معينه احنا شطار في تصنيعها في مصر حاليا بعيدا عن حتى المنتجات الغذائيه؟ يعني انا عارف ان احنا كمنتجات غذائيه احنا مش ممكن نكون مش موجودين على الساحه، غير طبعا تصدير الفاكهه والخضره زي ما احنا كنا لسه بنتكلم. الناحيه التانية انا بتكلم مثلا اللبس،
هل احنا بنصنع لبس؟ طبعا. انا شفت من كام يوم صوره للتيشيرت بتاع برشلونه، حد مصوره في اسبانيا، ميد ان ايجيبت، ما اعرفش ازاي. ده انا راجل من بعتبر نفسي او بدعي ان انا من كبير مشجعي آه. برشلونه في نطاق التجمع. انت بعتبر يعني بدعي ده. انت لو كاتب انت ما اعرفش ده بتصنع والله. والله العظيم. انت عندك هنا في ناس في البلد كنز، في البلد في ناس كتير قوي تقدر تعمل حاجات كتير، بس الفكره كلها في التوعيه. التوعيه يعني في ناس كتير تقدر تنجح. يعني انت البلد بتاعتنا دي عجيبه في كل حاجه، صدقني والله مش بقول كده مجامله ولا كلام ان احنا سوشيال شعب ميديا. جبار يقدر يعمل احنا حاجات كتير نقدر قوي. نعمل كل حاجه والله، بس المواطن المصري لو اديته بس الامان ان هو حس انه يعرف يشتغل ويعرف حد يبقى واقف جنبه، هينتج وهيبدع. انت هتبدع فعلا، بس العمليه كلها عمليه توعيه. انت معلش سؤال خارج السياق خالص بقى جه على بالي دلوقتي حالا، معلش يعني انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا حاليا عندي 32 سنه. مفيش اي حاجه انت عايز تقولها للولاد الصغيرين اللي هقدر اقول لك اعتبرهم اخواتك الصغيرين اوكي. اللي هم عندهم 20 سنه و18 والكلام ده من دلوقتي، تقدر تقول لهم ايه من منطلق اللي انت عشته وفي منطلق حياتهم هم بقى اللي هو انتوا هتبدا يعني ابداوا حياتكم ازاي؟ الناس اللي هي عايز تعمل حاجه لنفسها، عايز يبدا حياته عموما سن ال20، اوكي. يقدر يعمل ايه؟ يعني انت شايف تقدر تقول له ايه؟ انا شايف ان اي حد يجي له اي فرصه شغل يشتغل وهو عنده خطه في دماغه ان هو يقدر يعملها، يشتغل. حتى لو خطه في دماغك انت مش هتعرف تنفذها، ربنا هيهيئ لك خطه معينه، بس انت اتحرك وخليك عندك ثقه بالله وعندك يقين وعندك رضا، انك لو عندك ثقه بالله انك كده كده بتشتغل وبتعمل اللي عليك، وربنا يوفقك. حتى لو وفقك في مكانك، حتى لو انت مكانك ده مش مناسب ليك، هتروح مكان تاني. انا زي ما قلت لك في الاول، الشغل بيجيب شغل، بس في عقليه انك عايز تطلع تشتغل وتكبر في الكارير اللي انت فيه، وفي عقليه تانية عايزه تشتغل وتصنع وتكبر. ده كل اتنين ناجحين جدا. مش معنى انك تبقى في شركه انك تبقى فاشل، لا. الناس هتدار ازاي؟ مظبوط. شركتي مش هتنجح بدون موظفين اللي شغالين معايا. وربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الناس كلها اصحاب شركات بس انا ممكن انجح في مجالي في كاريري. مظبوط. مش لازم ابقى رائد اعمال. انا ممكن انجح في الشركه اللي انا فيها، لان انا سمعت ناس كتير بتقول لك اخرج اعمل. اوكي، اخرج اعمل فعلا، انت عندك ده، بس اخرج اعمل وانت عندك البديل. لاني برضو دي نقطه كبيره، ان حد ممكن يسيب شغله ويروح يشارك حد تاني. دي مهمه قوي، دي نقطه كبيره جدا بسمعها من ناس كتير مهمه قوي دي، ان هو بيسيب المكان اللي هو فيه. ومن هنا بتبدا اكبر مشكلات الناس، ان انا كان دخلي راتب ثابت، اوكي، سيدة 10,000 مثلا، 5,000 4,000 2000 داخليني، وعارف اللي هم جايين، وانا مسيستم بيتي مراتي وولادي ان انا هعمل ده، فبسيب ده وبخرج اشتغل افتح. ده غلط. انا ما برجحش ده خالص، مش مدرسه اللي انا فيها. حاول توجد وقت وتخصص مجهودك انك في ان انت يبقى ده جنب ده حاجه تاني، وما الحاجه التانيه بتاعتك تنجح تقف على رجليها، سيب شغلك وبعد كده روح اشتغل. لكن انا معظم الناس مش هقول لك قليله، فئه كبيره جدا ممكن يسيب الشغل اللي هو فيه لو بيدخله شغل، اوكي، عارف السر بتاع الشغلانه وعارف كل حاجه. لا اوكي، ما بقولكش ما تحاولش، لا يا عم حاول كل حاجه، بس انت خلاص اوكي. لان انت لو بقى عندك مشكله في بيتك، عندك مشكله في مصنعك، بقى عندك مشكله مع نفسك، وكل ده بيترتب عليك انك دلوقتي من شخص مش ناجح، حتى ملتزم بمسؤولياتك المحدوده في البيت اللي تخص اولادك وبناتك وكل حاجه، لشخص تبدا في مساوئ. هيبقى عليك فلوس، عندك موظفين، عندك حاجه، مراتك عايزه فلوس، اولادك، التزامات الحياه، التزامات فواتيرك، التزامات حياتك، هيبدا يبقى في ضغط. وطول ما الانسان محطوط تحت ضغط بيبدا كل حاجه عنده تبوظ. فانا نصيحتي للناس اللي هي عايزه تبدا، يا عمي خليك في شغلك، اشتغل شويه، امن شغل تاني اللي انت عايز تبدا فيه، شارك حد، اعمل اي حاجه انت عايزها، بس اعملها وانت عندك دخل ثابت، لا اما تستارت فيها من الاول. مظبوط. لو انت خلاص دخلت الطياره ان انت بقى عندك دخل ثابت، خلاص حافظ عليه، حافظ وتوكل على الله وربنا يكرمك. لكن ما تسيبش شغل خلاص اوكي انا هشارك، انا شغال في محل ورد، لا انا هفتح محل ورد تاني، يا عم افتح محل ورد بعدين، اوكي ما فيش مشكله، بس امن انك تامن نفسك. دايما اما تيجي تفتح بيزنس يقول لك حاطط 6 شهور اللي انا مش هكسب حاجه. مظبوط. فانت امن نفسك يا عم، امن نفسك، افتح شغلك وانت مع ده. ما بقولكش لا ما تبدعش، ما تخرجش، لا اخرج، بس خلاص اطمن، اشتغل ده مع ده. لا هي جهد زياده، خلاص جهد انت عايز تنجح، جهد زياده خلاص اشتغل في جهد زياده.
اما يبقى عندك ده مع ده وتبدا شركتك تنجح وتكبر تنجح، خلاص اوكي قدم استقالتك من شغلك فيه وتوكل على الله في شغلك، هتنجح وربنا يكرمك وهتنافس كل حاجه خلاص. لكن ما تسيبش ده السيفت زون. طب انا سؤال اخير بقى لزيزو بقى، سيبك بقى من اي حاجه. ذا بريدج هاب، ذا بريدج هاب انا بحبه لسبب، سيبك بقى من ان هو بتاعك انت وشيكا واخواتنا واصحابنا، سيبك من الكلام ده. انا بحب المكان ده علشان بشوف ان انتوا عارف انت ايه، حطيتوا الباشن بتاعكم في حته، مثلا ان انتوا كلكم ما شاء الله ناس بتحب الرياضه، ففي ملعب بدل، الناحيه التانيه في بلاي ستيشن برضو عشان احنا ناس كويره ونحب نتفرج على الماتشات ونلعب بلاي ستيشن وبتاع. هل في بقى اي خطط تطلعيه مستقبليه ان شاء الله لفروع تانيه في ذا بريدج؟ دي الحاجه التانيه، هل ذا بريدج هنشوف فيه حاجه جديده كده او حاجه جديده كده ايوه ان شاء الله مثلا يعني؟ ان شاء الله نشوف براند مصري كونسيبت فريد من نوعه ان شاء الله قريب، هيكون منافس لبراندات عالميه عندنا ان شاء الله. طب في كاتيجوري ايه؟ في كاتيجوري الكوفي بس كده خلاص، مش عايز توضح حاجه اكتر ان من شاء كده؟ الله مش عايزين نوضح. طب ذا بريدج مش هنشوف له فرع تاني، ملعب تاني؟ هو ذا بريدج حاله، بمعنى ايه حاله؟ ذا بريدج زي ما قلت لك موضوع الكباري اوكي، في حاجه تانية ان شاء الله، عندنا حاجه تانية بتتعمل في ذا بريدج، بس هو ده متعلق بالحاجات اللي بتيجي زي المناقصات اوكي، ربنا كرمنا بمناقصه تانية يا رب ادينا، واحنا عندنا فرع تاني بيتعمل في شيراتون ان شاء الله يا رب. فالموضوع ان شاء الله يبقى احسن بامر الله تعالى. يا محسن انا والله العظيم يعني مش عايز ابطل قعده معاك، بس انا حاسس انت اتخنقت مني لا خلاص. ما اقدرش والله، مبسوط جدا جدا عايز جدا. تقول لي خلاص بقى كفايه كلام في والله الزيوت أنا بقى، قعدت وكفايه لا، كلام مبسوط بقى في جدا. التجاره بقى مبسوط جدا ويا رب افيد حد يعني، يا والله رب كلامي العظيم يفيد حد يعني. انا متاكد ان أتمنى حد ربنا إن شاء هيسمعك الله يفيد هيستفاد، لان انت والله العظيم بعيدا زي ما بقول لك عن الصحوبيه، انا يعني للاسف غالبيه الناس اللي جت هنا اصحابي بس، ودايما بقول نفس الجمله بعيدا عن الاخوه والصحوبيه. انا يعني عارف انت لو خدت عهد على نفسي ان اي حد هيجي يقعد هنا هو هيجي بعيدا عن المعارف الشخصيه، انا مظبوط. عايزه يقول تجاربه، يقول ايوه اوكي، كلام انت مش عارف الناس حاجه، تستفيد انت مش عارف حاجه اللي انا قلته خالص، انا بالظبط. متاكد لان ما حكيتوش مثلا. لحد اوكي. وما اعرفش بقى حته التسلسل بتاع التصنيع والتكرير اوكي وده اكيد في صناعات تانية في حاجات مظبوط. مشابهه في حاجات كتير وسايكلز عندنا. اكبر فكل ده انا بشوف ان المستمع بيقدر ان هو يستفيد حتى ولو بكلمه، حتى ولو بجمله، اتمنى فاهم؟ ان شاء الله ان انا افيد فأنت اي حد والله. افاد الله بك يا اخ محسن جميعنا، ايوه يا عارف كابتن انت زيزو اللي هو والله، وانا مبسوط جدا جدا. مبسوط حبيبي جدا. يا محسن، والله العظيم انا مبسوط اكتر، فرصة سعيدة. ومبسوط قوي ان انت شرفتني النهارده، ربنا بقول لك مره يخليك. تانية ربنا يخليك ويا رب ما تكونش اخر مره، ان شاء الله. وان شاء الله البودكاست اللي جاي يكون من المكان الجديد إن اللي شاء هو الله. الكافي ربنا كونسبت يكرمك إن اللي شاء الله. اتكلمنا فيه، ان شاء واللي انت الله. وريتولي واللي انا مش هفصح عنه دلوقتي يا محسن، واتمنى لك التوفيق والله العظيم من شكرا يا قلبي. كابتن والله زيزو، العظيم شكرا جدا جدا على البودكاست الجميل ده والله. والله شكرا. العظيم ده احنا اللي شكرا دعوتك ليا كمان مره. ده بالتوفيق يا كابتن. شكرا. وفي الأخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام على زي كاست، سواء كان على يوتيوب، فيسبوك، سبوتيفاي أو جوجل بودكاست، يا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتم بحلقة النهاردة اللي كان ضيفي فيها البيج بوس بقى، زي ما كنت لسه بقول لكم في أول الحلقة، رجل الأعمال الكبير، الراجل بقى اللي هو الناس بقى اللي هم اللي عارف انت اللي بيشربوا سيجار بقى وبيكون وراهم حرس وبتاع، إن شاء الله في يوم من الأيام يعني. محسن زهران رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للزيوت. يا رب تكون الحلقة استفدتم منها كتير، لأن أنا بشوف إنه في الآخر بيكون في عارف مرجع تقدر ترجع له أنت على مدار بقى أيامك، على مدار حياتك، على مدار كارير شغلك، على مدار أي حاجة أنت بتعيشها، تقدر تستفيد بخبرات الناس التانية، وتقدر تستفيد كمان من الخطط التطلعية اللي بيحطوها في كل حاجة هم بيشتغلوا فيها في الكارير بتاعهم أو في الشيفت كارير كمان اللي بيعملوه على مدار مراحل حياتهم فيما يخص عالم البيزنس وغيره. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا، ويا رب تكونوا استمتعتم. إن شاء الله الحلقة اللي جاية هتكون حلقة قوية جدا جدا كما عودناكم، وهيكون فيها كونتنت مختلف بمحتوى مختلف في شيء مختلف لسه مش عارفين هو ايه لحد دلوقتي، ولكن هستنى اراكم تحت في الكومنتس كالعادة، تشرفوني بيها، والى ان نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة من زي كاست. كان معاكم زيزو، باي باي.